أمي، لو كنت موجودة أكيد كنت هتحس بيا وقد إيه أنا محتاجك في وقت زي ده. يمكن كنت هتهزقوني وتسويني على الجنبين انتي وبابا، بس على الأقل كنت هبقى حاسس بالأمان وانتوا جنبي. كان هيبقى ليا ظهر. الله يرحمكم. فانين في كتاب مسحور، بتلاقي اسمك عليه محفور، بتنادي عليك أصوات عارفاك، وعيون في الليل بتراقب شايفاك، بتفر تدور عالفصل الأخير، فتلاقي دورك مش باقي في كتير. انت ايه اللي جابك يالا؟ وانا مش لسه سايبك؟ ايوه يا عم، رحت وصلتها ورجع مبسوط، مواعيد وغراميات وحب ولفلفه. عملت ايه؟ ها قولي عملت ايه؟ عملت ايه؟ يعني انا بقالي 3 سنين معجب بالبت وبحبها ومش عارف اقولها، ويوم ما يطلع لنا عفريت اروح اعترف لها بمشاعري؟ يا بني ادم براس معز انت. ايه مش عاجبك؟ خلاص يا حاتم. زعلت اني قلت عليك براس معزه؟ لا يا عم، ازعل ليه؟ بس حاسس اني تعبان يا حاتم. لا الف سلامة عليك يا سردينة. انا كنت فاكر ان الفصيلة بتاعتك ما بتتعبش يعني. والله انت ما فاهم حاجه، ده تعب نفسي مش جسدي. تعب نفسي؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ سردينة يتعب نفسيا؟ طب ازاي؟ اتريق يا حاتم، اتريق. انا يمكن باخد كل حاجه بهزار وضحك، بس انا من جوايا في حاجة كتير قوي متلخبطة. يعني انت فاكرك اني مش بفكر في المصيبة اللي احنا فيها دي؟ ده انا مرعوب، بس انا اللي بخبي الرعب والضغط ده جوايا عشان ابويا وامي ما يحسوش بحاجة. هم اصلا من غير حاجة بيتخانقوا معايا طول النهار والليل، صوتهم عالي ومش عاجبهم اي حاجة بعملها. مش قادرين يفهموا اني كبرت على الزعيق ده، واني بقيت شاب ومن حقي افكر واخد قراراتي بنفسي. تعرف يا سردينة، انا كنت عايز ادخل كلية هندسة، كنت عايز ابقى مهندس كبير وناجح وافرح اهلي وكنت شاطر على فكرة، تفوق يعني. بس وقتها ابوي وامي الله يرحمهم توفوا، ما قدرتش استوعب، اتكسرت، حياتي وقفت. وقت ما فقت وبدأت ارجع لحياتي كان الوقت عدى. الحمد لله نجحت، بس ما عرفتش ادرس هندسة زي ما كنت بتمنى. تخيل بقى دونا عن كل الكليات اللي في الدنيا دي هدخل معاك انت في كلية واحدة في قسم واحد، مؤامرة كونية بحتة. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. بس انت حاتم مش فاهمني. انا مش بكره اهلي، انا بحبهم جدا ومقدر كل حاجة عملوها وبيعملوها عشاني. انا بس محتاج احس اني شخصية مستقلة،
هفكر واخطط لحياتي. انا عايز اخد قرار نابع مني انا عايز تاكل؟ انا بتكلم يا حاتم، مفيش تقدير خالص كده. لا خلاص، اتفضل اتكلم طبعا، بس اسمعك بقى بتقول جعان. ايه يا حاتم اللي بتقوله ده؟ احنا ممكن نتكلم واحنا بناكل او حتى بعد ما ناكل، مش مهم. ماشي، فرصتك جات لك بقى يا سردينة. شايف التلاجة اللي هناك دي؟ افتحها وخد قراراتك براحتك، وشوف هتعمل لنا ايه عشان انا ميت من الجوع. وانجز نفسك لحد ما اغير هدومي واجيلك. تاكلها مع المكرونه ولا الرز؟ هي ايه دي؟ ايه القرارات؟ سردينة، ما تندمنيش اني دخلتك من باب الشقة، وخلص اللي بتعمله عشان لو جيت وما لقيتش الاكل يؤسفني ان اقول لك انك هتنام على رصيف النهارده. خلاص يا عمونة. هنطبخ ايه وهنعمل ايه؟ ما ترد عليا سعادة البيه، ما ترد عليا سعادة البيه. جبنة ولبن مع نسكافيه. نعمل ايه تاني؟ جبنة ولبن مع نسكافيه. خد شقلباص اضرب واحد امباليه. هاتلي طاسة حلة نحط فيها ايه؟ هاتلي طاسة حلة نحط فيها ايه؟ حط كوكو شوربة ونعملها بانيه. نانا حاتم، يا حاتم. عايز ايه يا سردينة؟ ما نستغناش يا حاتم. كنت بسمع الصوت جاي منين عشان عايز ادخل الحمام ومكسر اطلع من المطبخ اشوفه فاضي ولا لا. ماشي، لما اجيلك. انا كلمتك عشان اطمن عليكي، بس شكلك نمتي، فلما تشوفي يعني اتصالي ما تقلقيش، ما حصلش حاجه يعني، انا بس كنت بطمن عليكي. انت رايح فين؟ هكمل الاكل اللي كنت بعمله. غسلت ايديك؟ والله يا حاتم. تمام، عدي. ما قلتليش الا سردينة، ومين اللي علمك الطبخ؟ انا وبيلا فخر، متعدد المواهب، صانع الالعاب. ايوه يعني، مين اللي علمك الطبخ؟ امي. لا، الله ينور على امك الصراحه. مش بقولك صانع العاب؟ انت عمرك ما حبيت يا سردينة؟ يا حاتم، ده احنا صحاب من سنين. اول مرة تسألني عن الحب. بص يا سيدي، انا اتحبيت كتير قوي، وكل مرة كانت الواحدة من دول تصارحني بحبها. كنت بقول لها خلينا صحاب. لا يا راجل. لا بجد يا حاتم، انا بصراحة معجب بواحدة زميلتنا في الكلية. زميلتنا في الكلية؟ ريما، ما انت عارفها. اي نعم، مش بفهمها في اغلب الاوقات، بس انا بشتغل على نفسي وبتعلم كام جملة تونسي كده، زي لك دخيل عيونك. دي لبناني على فكرة. اني معجب بيكي وايد. ده خليجي. I love you so much. ودي عباطة. هي مش تونس، دي بلد اجنبي. لا انت واضح انك اخد سكة العبوطة ومكملة معاك النهاردة. بنكشك يا حاتم، سيبك مني انا. احكي لي انت عن الحب، عن ياسمين. ياسمين. ايه يا ريت لك خلينا صحاب ولا ايه؟ لا، ما قالتليش، بس اكيد هيجي اليوم وهتقولها. بص حواليك وقارن البيت ده والفيلا بتاعتها. احنا بينا مسافات لو جريت طول عمري ممكن ملحقش اوصلها. بس انا اعتقد ان ياسمين مش بتفكر كده. حتى لو ياسمين مش بتفكر كده، بس يا ترى بقى باباها ومامتها مش بيفكروا كده برضو؟ انا مش عايز ازعلك يا حاتم، بس انت فعلا عندك حق. بس طالما انت عارف انكم مش لبعض، ليه بتعشم نفسك؟ عشان اول مرة احب بالشكل ده، عشان ما افتكرش ان كان في وقت في حياتي كنت فرحان قوي كده، عشان حاجات كتير قوي عمري ما حسيتها غير وانا قاعد معاها. بس يا حاتم، كل ما تمديت في العلاقة دي كل ما كان الاحساس بعد ما تبعد اصعب. المشكلة ان انا عارف كل ده، بس الغريب ان انا كل ما بحاول ابعد بلاقي نفسي بقرب اكتر، زي ما تكون رجلي بتغرس وبتسحب اكتر جواها. والاغرب من كده اني مبسوط. والاغرب بقى من ده وده ان المصيبة اللي حصلت دي عملت اللي فشلت اني اعمله في 3 سنين، وخلتني بعد ما كنت بشوفها لدقايق في الكلية
وافضل طول اليوم اتمنى اسمع صوتها. بقيت بشوفها كل يوم، وبقينا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا. معنى كده انك حبيت الموضوع وعايز تعيشنا طول حياتنا كده يا حاتم؟ والله مش عارف، على قد ما انا مبسوط بقربي من ياسمين، على قد ما بتمنى نخلص من الكابوس ده في اقرب وقت عشان ما تتعذبش معايا اكتر من كده. لا اله الا الله، انت بتيجي على السيرة يا عم انت. سيد حاتم، لقد حدث أمر ما بشأن صديقتك وجئت لأخبرك به. صديقتي مين؟ ياسمين؟ نعم سيد حاتم، لقد اختفت ياسمين من بعد البشر. اختفت؟ يعني ايه اختفت؟ آسف سيد حاتم، علي الرحيل. انت يا عم انت استنى. هند، انا بكلم ابوكي مش بيرد عليا، هو فين؟ ايه ده بس يا ابني، في ايه؟ فين عم امين يا هند؟ مش هنا والله، في المكتب. قولي بس في ايه؟ طيب ياسمين اختفت يا هند، ياسمين اختفت. بالراحة بس يا حاتم، انا مش فاهمة حاجة. بقول لك ياسمين اختفت يا هند، ما بقتش موجودة في عالم البشر. انت بتخرف، بتقول ايه؟ يعني ايه اختفت من عالم البشر؟ الشيء اللي طلع لي ده جوه الكلام ده. انا مش عارف اعمل ايه. حاتم، حاتم، الو حاتم. عدوني يا جماعة، عدوني لو سمحتوا. رايحة فين يا هند؟ لسه في حاجة هتسجليها. حاتم وقع في الشقة. مين اللي وقع؟ بقول لك حاتم وقع في الشقة يا حاتم. والله حاتم أنا وقعت فعلا؟ معلش اندمجت شوية. هات الورقة دي وريني هقول ايه. أسماء الممثلين حسب الظهور: عمرو ياسر، محمد أسامة، إيناس فكري. 3 أسماء كل ده، وعندك مشاهد وتسجيل على 3 أسماء. عديني بقى كده، عديني بعد إذنك. رايحة فين يا هند؟ يا هند، طب يعني اسمعي بس. طب هديكي اسمين كمان. لأ، طب 3.